السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما وعدتكم إن أنا أوريكم أكلة في الطاجن. نعملوها كده أكلة حلوة. اللي أنا قلت لكم عليها في الفيديو اللي قبل من ده، ووريتكم ازاي تحضير الطواجن وازاي استخدمها وازاي احضرها عشان ما تتكسرش مني قبل ما اطبخ فيها. يلا كده، اللي اول مرة يخش على القناة ويشوفني يا ريت يدوس على زرار الجرس ويعمل كلمة الكل عشان يوصل له كل فيديوهاتي. ويا ريت كده تعليق حلو وكومنت حلو كده منه، كده من لسانه الحلو ده ويده الحلوة دي. ويا ريت كده كمان، يا ريت يا ريت يا ريت لايك حلو. هو اللايك بيرفع الفيديو، حتى لو رفعوا ال يعني فيديو مقترح. انا احب الكومنتاتكم، هي اللي بتفرحني اكتر. وبعد كده انا ما ببخلش عليكم والله بالرد. انا مش من الناس اليوتيوبر اللي يبخلوا على الرد. انا بفرح ان انا برد عليكم. ليه؟ عشان احس ان انا وانتوا بنتكلم مع بعض. هنعمل مع بعض ان شاء الله البطاطس، وهنعمل محشي كوسه بفلفل. طبعا انا بعت عشان اجيب سمنه، ما لقيتش حد يجيب اي حاجه وابني ما فاضيش. فطبعا اتصرفت انا. هو قال لي انا هجيب لك سمنه على الساعه 10 و11. هل ينفع مع انتصار قلبها الحامي ان هي تستنى ال10 و11 يا بنات؟ طبعا مش ممكن. طبعا في مثل بيقول لك الشاطره تغزل برجله حمار. انا عندي شويه زيت وعندي دهنه في الفريزر، فطلعت حته على قد الطبيخ بتاعه الاسبوع ده، يعني على قد الوقت يعني. فطلعت الحتة دي أنا بعملها. بعمل بال2 كيلو و3 كيلو. فالمرة دي قلت لا، كفاية على قد إيه، يعني نص كيلو سمنة كده أعمله طبيخ للنهاردة يكفي، وطبيخ لإيه وسط الأسبوع أو آخر الأسبوع حسب الظروف وحسب متطلباتنا. فهنعمل إيه؟ هنطحنوها بعد ما قطعتها مكعبات. وأنا أصلا على فكرة مقطعاها في الفريزر حتت حتت صغيرة محضراها يعني، بس حبيت ان هي عشان متلجة ومستعجلة فحبيت اقطع فيها تاني. هنحطها في الكبة. ليه يا انتصار هتحطيها في الكبة؟ علشان تتفرول وتبقى قطع صغننة خالص. زي ايه؟ زي يعني اكنك اللي هو الشاي. ايه تاني يا سارة؟ هي السكسكية. فدي ان هي علشان شوفي تتفرم خالص. عشان ايه تتفرم خالص؟ وممكن برضو انا من الدهنة دي بخلي منها حتة احولها برضو لشوربة، ووريتها لكم قبل كده مش فاكرة في على القناة دي ولا على القناة التانية يعني. فممكن اخد منها واحطها في مية واحطها. لو انا هعمل فراخ مشوية وما عنديش شوربة، لان انا احب الفراخ المشوية عن الفراخ المسلوقة، بحط حتة دهنة على طماطم على فلفل أخضر على كزبرة على بهارات، وأغليها على النار وتبقى شوربة. دلوقتي احنا هنحطينا اللحمة في الحلة البريستو. بس طبعا الحلة البريستو لازم المية تكون بتغلي بتاعتها، وهسيبها لغاية ما اطلع ريمة. مش ان انا احط البهارات والطماطم والحاجات دي واغطي، لا، لازم اطلع الريمة عشان تبقى الشوربة بيضة وحلوة. الحلة لو فيها حبة مية ولا حاجة بحب اصفيها، علشان ايه الوقت ايه ما يطولش معايا يا بنات. هحط تلت ازازة الزيت دي على، طبعا لاني انا مش واخدة كتير. انا لو عندي 3 كيلو دهنة هحط 3 كيلو زيت، لكن انا عندي حتة صغيرة فاحط تلت الازازة، احط تلت ايه الازازة. وبعد كده هجيب الدهنة اللي في اللي في العجان دي واحطها. شايفين انتوا شايفين ازاي هي خالص؟ بصوا يعني مفرولة خالص، ما فيهاش حتة كبيرة، كلها صغننة. حتى يا بنات ما بتاخدش وقت والله في السيح، يعني جربوها ما بتاخدش وقت في السيح. ودي انا عامله له فيديو مخصص، يعني انا هتلاقي في القناه دي نفسها فيديو مخصص ليه لطريقه تسييح الطريقه دي، ومش هتلاقيها على اليوتيوب خالص.
بعد ما سيحت السمنة أنا خدت منها شوية حطيتها في كوباية، وكنت حمرت البصلة لتسبيكة المحشي، وحطيت عليها الطماطم. طبعا واحنا عارفين ده كله يا بنات، ما فيش غير اللي هي سنة أولى مطبخ سنة أولى جواز هم اللي ما يعرفوش. طبعا وفي بنات كمان بتبقى متجوزة وعارفة كل حاجة، بس ايه ما فيهاش أي حاجة في التعليم إنك انت تتعلمي كمان طريقات جديدة. هحط الملح، هحط كزبرة، هحط كمان بهارات محشي علشان يدي طعم وريحة. ادي الكوبايه اللي بقول لكم عليها، اللي هي فيها ايه، اللي فيها السمنه اللي انا عملتها. اصل انا ما بحبش اطول الفيديو عليكم عشان ما يضايقكمش، لان كلنا ستات شاطره ومهارات. هتقولي انت ليه؟ طب ما انت بتحكي وتقولي بدل ما احنا شاطرين. اهو عشان انا حباكم وعايزه ابقى معاكم. ويلا كده اللي بيحب الأبلة انتصار يخش يدوس على زرار الجرس وكلمة الكل، ويدوس كده لايك حلو كده وتعليق جميل كده. ويا ريت يعمل اكسبلور كده على كل المواقع الاجتماعية زي الفيسبوك زي الواتس زي البتاع دي. يعني يا ريت تعملي لي ايه مشاركة لي لو الفيديو عجبك يعني، وما اكونش يا رب تقيلة عليكم. انا بصراحة بحبكم قوي، وعارفين انا لما انتوا بتعلقوا لي انا احب اقعد كده مع نفسي وارد عليكم كلكم. ما بسيبش تعليق من غير ما ارد عليه، ولا حتى لو اكبر وبقيت ب100,000 تعليق. ان شاء الله اديني الصحة وطولة العمر، والله ما هتأخر عليكم. ده بهارات محشي ليه نكهة وريحة وجمال، بصراحة جميل جدا 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 البهارات المحشي ده. وحطيت كمان سنة نعناع يا بنات، والله دي طعم جميل. جربيها كده وحطي سنة نعناع طبعا. وهتحط ايه حتة تومة كده مطحونة بشوية فلفل أحمر أو أخضر أو أي اللي يريحك. أنا هسيبها إن عشان تتسبك تسبيكة حلوة كده. طبعا انا هنا ايه هحط الفلفل على الطماطم على البصل الموجودين من الاول، لان انا طحنت بصل بالمره عشان ما اضيعش وقت. انا بدل ما هعمل محشي فبعمل بصله للمحشي وللبطاطس بالمره، واحطها كلها. وهحضر ميه عشان هنا ايه العجان ده ما بيشتغلش غير بالميه طبعا. وهغطي عليها وهنطحنهم. حطيت كمان شوية صلصة عشان تبقى لونها حمرا، لأن أنا بصراحة من أحبات البابريكا. أنا ما عنديش بابريكا المرة دي، ولما خرجت نسيت. طبعا أنا الشهر ده هيبقى كله شغل في الكنترول، فالواحد بيخرج من الظهر فما بيلحقش إيه إن هو يجي بالليل، يلحقش إن هو يجيب حاجة، بيجي تعبان وهلكان بصراحة. ادعوا لنا تخلص السنة على خير، والدنيا برد يا بنات، برد 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 برد، أو برد على آخر. كده ايه اتعملت الرز. انا الخضرة ما بحطهاش غير لما الرز والحاجة تبقى. معلش انا بصور، قصدي بدبلج بالليل الساعة 1، وانا الصبح كله من الفجر زي المكوك شغالة في الشقة. قمت نظفت المطبخ وعملت لهم غدا، وبعد كده رحت الكنترول، جيت من الكنترول ودعكت الحمام. والله يا بنات الواحد كتر خيره. المهم ناخد الوقت ما يسبقنا. احنا خلصنا، اللحمة هي استوت، وهحط حبة شوربة على البامية اللي انا ههركها. انا ما اقصدش طبيخ النهاردة البامية، انا كل اللي قصده الفيديو النهاردة كله على البطاطس عشان اوريكم الطاجن. طبيخ النهاردة عشان بطاطس، لان احنا طبخنا قبل كده البامية، بس انا بصور لكم بقية الفيديو. شايفين؟ طبعا انا باخد الشوربه هحضرها للمحشي، هركنها. وبعدها اللحمه طلعناها احنا. شايفين المنظر المحشي؟ ما تيجوا يا بنات تتفضلوا معانا، تعالوا يا بنات.
يلا دينا بصي، دي السمنة اللي أنا بقول لكم عليها. همسحها، همسح بيها الطاجن أو هدهن بيها الطاجن. ليه؟ عشان ما تشتش أي حاجة. تحطي سمنة في الأول قبل ما تشتغلي، وتروحي رص الملح اللحمة كده رصة حلوة. اللحمة أنا سويتها إيه، خليت فيها يعني ربع بس، ربع هذا مستوي، عشان لما أحط البطاطس وعلى بعضيها على النار كله يستوي مع بعضيه. هجيب البطاطس ارصها شويه شويه كده اهو برضو، وزي ما انا قلت لكم محضره وطحنه الايه، طحنه الطماطم بالخضره بالفلفل الاخضر بالبصل. بحاول ان انا اظبط البطاطس علشان ايه، ما تتعبنيش. ليه؟ لو غلت كتير يا بنات على النار هتنزل تقلية على العين وهتحرق البوتاجاز. فحاولي انك انت ايه، يعني ان ما تبقاش عالية جدا. انا طبعا هوطي عليها النار لو لقيتها ايه عالية. بظبط البطاطس، شايفين بظبطها ازاي؟ يا تغطيها بالغطا بتاع اي حلة، يا تعجني لها عجينة فطيرة كده وتغطيها فيها، وفي نفس الوقت هتبقى زي الرغيف. طبعا انا اهي ضربة الخلطة دي كلها اهي. على فكرة انا لما بخلص ما بخليش معون، يعني انا قبل ما هعمل المحشي ده ولا اقوره، انا هغسل برضو العجان ده علشان ايه، ما اسيبش معين، لاني انا ما ضمناش الظروف. هي او انا طبيعتي كده، يعني هو بصراحة طبيعتي ان انا ما بخليش معه. يعني مش هقولك لا استنى اركن لما اخلص ده كله، لا لا. انا ايه، على طول يعني انا هخلص على كده وهروح ايه غسلها. ده يمكن انا رحت اغسلها على كده كمان. اه حطيت لها شوربة سخنة. عارفة ليه يا بنات حطيت شوربة سخنة؟ علشان هي الدهنة اللي انا ضربها فيها ماسكة في الجناب، ماسكة ايه في الجناب. فحطيت شوربة سخنة علشان السخونية تطلع الدهنين، وخسارة وافضيها على الايه، على البطاطس اللي انا حطاها في الطاجن الفخار الجميل ده. شايفين؟ وهنسقيها كمان شوربة حلوة. شايفين الشوربة حلوة ازاي يا بنات؟ بيض، هي مش بيضة قوي عشان انا حاطه لها ايه، طماطميتين على فلفل اخضر على ايه بهارات. أه بس اهم حاجة ان انا من الشوربة بشيل الريمة. يا رب ما اكونش مضايقاكم يا بنات، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. يا رب. وما تجريش الفيديو عشان تشوفيه كله، امانة عليكي شوفيه كله. ده احنا خلصنا. ادي البطاطس هي بنوتة، وادي السمنة هي لغاية ما خلصت. شوفوا جمدت ازاي اهي. هيقعدوا شوية السمنات دول للطبخة الجاية. فمش كده انا شاطرة؟ وفرت لهم ولا مش وفرت؟ انا خلاص خلصت. المحشي عملته، وادي البطاطس اهي كمان عملتها. مهم. اكلة حلوة ولا لا؟ هو ده عايز الاكل في الشتا دي. يلا بينا ناكل في الاكل في الشتا في الطواجن الحلوة دي. مش تقولي لي حلة ايه تيفال، حلة سيراميك، حلة مش عارفة ايه. لا. شايفين؟ جميل جمال يا بنات، روعة روعة روعة. وادي حلة المحشي كمان، كمان. ده ايه اليوم الحلو دي. وفي ياسين يا بنات، ايه رأيكم في سونا حبيبتيتي؟ شايفين المحشي طالع ايه، بالواحد بالواحد. كان نفسي كمان يا بنات معاها حبة محشي بتنجان، بس ما لقيناش. شايفين؟ الله. شايفين؟ الله 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 الله. ده حلاوة المحشي يا بنات. عسولة. بصي انت كل ما تحب المطبخ الاكل هيبقى حلو، لان الاكل ده حسب ما انت بتحب المطبخ. يعني انت حابة المطبخ هتديله. شايفين؟
هفضي الباقي هنا ايه، حلات في طبق تاني اهو. مم. واقفة أم ياسين بت ايه بتحمر اللحمة، وأنا ايه لأ، الحمر اللحمة محطها في البطاطس يا سارة. هي بتغرف البامية، اللي هي بتعمل لها الطشة يا بنات، معلش. تعمل لها ايه الطشة. شايفين انا الطاجن حطاه على ايه؟ حطاه على مقرص خشب، واخدين بالكم انتوا ولا لا؟ واخدين بالكم؟ لو بصيتي على الطاجن بتاع البطاطس من تحتيه هتلاقي ايه؟ في قاعدة خشبية من تحت، دي اصلا مقرصة بتاعة الخبيز العيش. يا اللي مسنودة على الرخامة دي، دي حصيرة. ممكن برضو اطلع عليها ايه، اطلع عليها دي، ايوه دي اهي، وريتها لكم اهي. دي ممكن اطلع عليها انا. استنى ندوق البطاطس. مم. الله 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 الله. ما كفايه. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، يا جماله يا جماله. وحياتكم النبي، عشان خاطر النبي، يلا 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 انزلي حطي لايك، حطي لايك. واللي داخل على القناة أول مرة ونورني، يا ريت يدوس على الزرار الجرس كلمة الكل، ويا ريت تعليق كده. ألف شكر عليكم لتعليقاتكم وكومنتاتكم واشتراكاتكم. بصراحة انتوا حبايبي ونور عيني، وفي الشتي وقلبي وكل حاجة. أحب استودعتكم عند الله لا يدوع الوداع يا جماهير الحلوين.